درس النهاردة بيتكلم عن مصر في عصر الدولة الطولونية والإخشيدية. احنا قلنا الدرس اللي فات ان الخلافة العباسية تعرضت للضعف خلال العصر العباسي الثاني. فايه اللي حصل؟ كثر تغيير الولاة في مصر خلال مدة قصيرة. طب سؤال هنا، ليه الولاة اقبلوا على حكم مصر والانفراد بها عن الخلافة العباسية ببغداد؟ قال لك علشان 3 عوامل. اول حاجة قوة مصر الاقتصادية وتأثيرها على اقتصاديات الخلافة. رقم 2 موقع مصر المتميز اللي هو الموقع الجغرافي وبعدها عن عاصمة الخلافة ببغداد. رقم 3 طبيعة شعب مصر وما يتميز به من طيبة. أول حاجة عندك الدولة الطولونية. أحمد بن طالون كان من أصل تركي وجاء إلى مصر نائبا عن زوج أمه اللي كان اسمه بيكيباك التركي. قال لك إن أحمد بن طالون أثبت منذ دخوله إلى مصر مهارته في معالجة الأمور وظهر شخصيته القوية عن طريق إيه؟ قرب إليه مجموعة كبيرة من المصريين علشان يعرف إدارة الدولة. بعد وفاة بيكيباك عين الخليفة مكانه يرجو اللي كان صهر أحمد بن طالون، فكتب ليه وقال له تسلم من نفسك لنفسك. بعد وفاة يرجخ تولى أحمد بن طالون ولاية مصر مباشرة وسعى للاستقلال بمصر مع التبعية الإسمية للدولة العباسية والدعاء للخليفة. يبقى أحمد بن طالون تولى مصر عن طريق إيه؟ الروابط الاجتماعية. أول مرة نائبا عن زوج أمه بيكيباك التركي، تاني مرة نائبا عن صهره أحمد بن طالون يرجخ. طب احنا عايزين نعرف كيف استطاع أحمد بن طالون إن هو يثبت حكمه في مصر. قال لك من خلال عدة عوامل. شخصية أحمد بن طالون اللي كانت طامحة للحكم والسلطان، وضع مصر السياسي والاقتصادي وأهميتها مما جعلها إيه؟ محطة أنظار الطامعين. ضعف الخلفاء العباسيين وعدم تمكنهم من السيطرة على أطراف الدولة. معاناة الخلافة العباسية من الثورات في مختلف البلدان الإسلامية. يبقى أحمد بن طالون استطاع أن يثبت حكمه في مصر من خلال إيه؟ شخصية أحمد بن طالون، وضع مصر السياسي والاقتصادي، ضعف الخلفاء العباسيين، معاناة الخلافة العباسية من الثورات. أحمد بن طالون قال لك كان عايز يأمن حدود دولته، فعمل إيه؟ مد نفوذه في بلاد الشام عن طريق إن هو خرج بجيشه إلى دمشق ودخلها وأمن أهلها، وبعدين صار منها إلى الثغور. إيه هي الثغور؟ قال لك مناطق الحدود مع الدولة البيزنطية، حتى وصل إلى طرسوس فدخلها وأعلن الأمان فيها وجلس في مسجدها الكبير في تواضع تام لقضاء إيه؟ حاجات الناس. بعد وفاة أحمد بن طالون تولى خمراوية الحكم بعد وفاة أبيه. فتعمل إيه الخلافة العباسية؟ قال لك حاولت استرداد مصر والشام من يد الدولة الطولونية. فنجح خمراوية بن أحمد بن طالون في الانتصار على قوات الخلافة العباسية. وبعدين قال لك طلب الصلح. ده يدل على الذكاء، لأن الخليفة المعتمد رحب بالصلح وكتب لخمراوية وأولاده من بعده ولاية مصر والشام لمدة 30 سنة. بعد رحيل الخليفة العباسي المعتمد تولى الخليفة العباسي المعتض. فخمراوية كان عنده بنت اسمها قطر الندى، فيعمل ايه؟ قام بتزويج ابنته قطر الندى من الخليفة العباسي المعتض. ترتب عليها حاجتين: تقوية علاقة خمراوية بالخلافة العباسية، تاني حاجة تمتع باستقلال ونفوذ كامل على مصر والشام والثغور. في عام 282 هجريا قال لك ان خمراوية ذهب للشام وهناك قتل على يد غلمانه. مين هم غلمانه؟ عبارة عن جنود متآمرين تآمروا عليه وقتلوه. آخر حاجة أسباب ضعف وسقوط الدولة الطولونية: كثرة المنازعات والصراعات بين مين؟ قال لك بين أبناء البيت الطولوني
بعد مقتل خمراوي. رقم 2 تدخل الجند والموالي اللي هم العبيد والغلمان في الشؤون الداخلية للدولة الطولونية. آخر حاجة رغبة الخلافة العباسية في استعادة نفوذها في مصر والشام. تاني حاجة عندك الدولة الإخشيدية. طب مين مؤسس الدولة الإخشيدية؟ قال لك محمد بن طغ الإخشيد. كان أحد القادة الأتراك في الجيش العباسي، وكان والده واليا على دمشق في عهد مين؟ خمراوية ابن أحمد ابن طالون. وقال لك إن محمد بن طغ الإخشيد استطاع التصدي للجيش الفاطمي ومنعه الاستيلاء على مصر. إيه سبب شهرة محمد بن طغ الإخشيد؟ قال لك إن في مجموعة من الأعراب هاجموا على قافلة للحجاج اللي كانوا مارين ببلاد الشام، فتصدى لهم محمد بن طغ الإخشيد وقضى عليهم وأمن طريق الحجاج. أول ما وصل الخبر للخليفة العباسي سر به وولاه حكم مصر والشام. طب إيه هي أهم أعماله؟ قال لك أول حاجة توطيد نفوذه بمصر وقضى على الأمراء المنافسين له والمتسببين في زعزعة الحكم. تاني حاجة إعادة الأمن والنظام، دي مهمة، بعد صده لهجمات الفاطميين على مصر. رقم 3 اتخذ من مدينة العسكر عاصمة لدولته. رقم 4 سعى إلى الاستقلال عن الخلافة العباسية. آخر حاجة مد نفوذه إلى الحجاز. وفاة محمد بن طغ الإخشيدي. قال لك توفى في دمشق ودفن بالقدس، وقد أوصى قبل وفاته بالولاية من بعده لابنه مين؟ أبا القاسم أنجور. طب إيه المشكلة؟ قال لك كان صغير في السن، فجعل الوصاية عليه لخادمه كافور الإخشيدي. مين هو كافور الإخشيدي؟ قال لك اللي كان مسؤول عن تربية أبناء محمد بن طغ الإخشيدي. أصبح الحاكم الفعلي للبلاد ورفض أن يلقب بالأمير، كان لقبه الأستاذ. عمل على حاجتين: ضبط أمور البلاد وإقرار الأمن فيها سواء بمصر أو الشام. تاني حاجة السيطرة على مقاليد الحكم، وقال لك إن الخلافة العباسية لم تتدخل في أمر مصر أثناء حكم. سقوط الدولة الإخشيدية. في عام 358 هجريا الفاطميون استطاعوا دخول مصر بقيادة جوهر الصقلي، اللي عمل حاجتين: أسقط حكم الدولة الإخشيدية وأسقط معاه تبعية مصر للخلافة العباسية.